أشهد أن لا إله إلا الله. لم ينقذومك يا رمضان يا رمضان. وأقبل شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر العبادة والطهر والإيمان. واتجهت أنظار الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومنبع الهداية والنور، بقلوب خاشعة ودعوات صادقة لنصرة الإسلام والمسلمين. هذا أحد شوارع الرباط، وقد عرضت فيه عشرات الأنواع من الفواكه وعشرات الأنواع من التمر وأنواع عديدة من الحلويات الخاصة التي لا تظهر إلا في مثل هذا الشهر. وتقضي العادة المغربية أن تملأ الموائد في انتظار آذان المغرب بالتمر والحلويات السكرية مع الحريرة، وهي عبارة عن طعام سائل تكثر فيه التوابل والقطنيات. وتمتلئ المساجد، وخصوصا في يوم الجمعة، حيث يؤمها آلاف المؤمنين والمؤمنات لأداء فريضة الجمعة. وتكون خطبة الجمعة مناسبة للتذكير بمبادئ الإسلام وأركانه وبفوائد الصيام ومنافعه، كما تكون مناسبة للتذكير بشعائر الإسلام، ووجوب عودة المسلمين إلى منبع دينهم حتى يعززوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم ويجمعوا شملهم لنصرة حقهم والدفاع عن كرامتهم. ومن العادات والتقاليد التي تنتشر في شهر رمضان في جل الأوساط المغربية ما هو خاص بالعبادة وما هو خاص بالسهرات. وفي هذا الموضوع يحدثنا على التوالي الأستاذان محمد داود ومحمد المكي الناصري. للناس في شهر رمضان عادات وتقاليد تكاد تكون خاصة بهذا الشهر المبارك، وأعني بالناس هنا خصوصا المسلمين في مختلف الأقطار. وهذه العادات والتقاليد منها ما هو شائع معروف في جميع البلاد الإسلامية، ومنها ما هو خاص بقطر من الأقطار أو بجهة من الجهات أو بمدينة من المدن، وخصوصا المدن العريقة التي لها تاريخ ولها عادات وتقاليد يتوارثها الخلف عن السلف. ومن عادات الناس في هذا الشهر سهر الليل إلى وقت السحور، والأخيار يقضون سهراتهم إما في العبادة وإما في دراسة كتب السيرة النبوية والمواعظ والرقائق، ومطلق الناس يقضون سهراتهم في لعب الكرة أو الشطرنج وغير ذلك من اللهو البريء. وقضاء الوقت في اللهو البريء أهون من قضائه في الغيبة والنميمة والبحث عن العورات وهتك الأعراض. وتجاوبا مع هذه الروح الطيبة المؤمنة تغير الإدارة المغربية مواعيد العمل بما يتفق مع حاجات الصيام ومطالبه الروحية،
وتقوم الدوائر المسؤولة بتعبئة عامة، لكنها تعبئة روحية خالصة، فتنظم وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية دروس الوعظ والإرشاد ليلا ونهارا داخل المساجد، وتنظم صلاة التراويح قبل صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر في كافة المساجد، وتقوم وزارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية بتنظيم موسم ثقافي خاص برمضان تلقى خلاله في كافة الأقاليم محاضرات عامة من طرف الأساتذة والمثقفين. كما تقوم بإلقاء دروس دينية في مختلف دور الشباب ودور الثقافة والنوادي النسوية. والاتحاد المغربي النسائي يساهم بدوره في هذا النشاط وينظم دروسا وأحاديث دينية في الفروع التابعة له. والتعاون الوطني بدوره ينظم في مختلف أرجاء المغرب حملة فوق العادة للإحسان والإسعاف لصالح المحتاجين. وبالإضافة إلى هذا كله فإن الشعب المغربي قد استحدث من تلقاء نفسه خلال تاريخه الطويل جملة من العادات والتقاليد الجميلة الخاصة برمضان، مما يمكن كافة الطبقات من أداء فريضة الصيام على أكمل وجه، ومما يساعد الجماهير المسلمة على قضاء هذا الشهر في جو مرح مليء بالبشر والغبطة والسعادة والتكافل الاجتماعي. وفي اعتقادي أننا نتشابه وإياكم في الكثير من هذه المظاهر والظواهر، إذ أننا في الحقيقة شعب واحد، ووحدة المغرب الإسلامي كونها التاريخ وساعدت عليه الطبيعة. ويصادف اليوم 10 من رمضان ذكرى وفاة بطل الاستقلال الملك المنعم محمد الخامس طيب الله ثراه، وهي ذكرى يخلدها الشعب المغربي بنوع خاص من الإجلال والابتهال، حيث تقام الصلوات في كل المساجد وتلقى دروس في الوعظ والإرشاد. ويترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفلا دينيا يحضره العلماء وكبار رجالات الدولة، وذلك في ضريح مولاي الحسن، حيث يرقد جثمان محمد الخامس نور الله ضريحه. وتترأس الأميرات الجليلات حفلات دينية يحضرها جمهور النساء المغربيات، حيث تتلى آيات بينات من الذكر الحكيم، وتسرد الأمداح النبوية، وتلقى كلمات تذكر بالروح الدينية والوطنية التي كان الملك الراحل يتحلى بها. وفي ليلة القدر المباركة تختم عدة سلك من القرآن الكريم، ويتناوب حفظة القرآن على المحارب ليؤموا بالمصلين، وهي ليلة تنتهي في كل المساجد حتى مطلع الفجر. إنها ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وينتهي شهر رمضان شهر العبادة والطهر والنسك، وتطل تباشير عيد الفطر السعيد، ويكون المسلمون قد أدوا واجبا من أهم واجباتهم وركنا أساسيا من أركان دينهم. ويودع المسلمون هذا الشهر العظيم بنفس الخشوع والابتهال الذي استقبلوه به. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعتنا
وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غاءنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتبيض بها وجهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، حربا على أعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.